تخيل إنك تصحى الصبح تسمع خبر يخلي قلبك يقف والدنيا بتلف بيك. في قرية هادية في المنوفية 3 أطفال اتلاقوا أجسامهم الصغيرة متعلقة جوا بيت مهجور. جنة وعبد الله ومكة، أسامي بريئة المفروض نسمعها في كشاكيل المدرسة، مش في محاضر ونيابة وأخبار حوادث. جنة عندها حوالي 5 سنين، وأخوها عبد الله 3 سنين، ومكة بنت عمهم حوالي 6 سنين. أطفال كانوا خارجين من بيوتهم زي كل يوم علشان يروحوا الدرس، وبعدها يلعبوا ويرجعوا يكتبوا الواجب. حياة الطفولة اللي بيعيشها كل الأولاد الصغيرين. بس اليوم ده ما كانوش عارفين إن في حد مستنيهم، مش علشان يحميهم، لكن عشان يقتلهم بدم بارد وبدافع انتقام متدني ودنيء. الوقت بيعدي والأطفال مرجعوش، الأهالي قلقوا، القلق بقى خوف، والأم هتموت من الرعب. القرية كلها قامت، ناس بتدور وناس بتسأل، ناس بتلف في الشوارع. وفي وسط الدوامة دي جت بنت صغيرة عندها 8 سنين، قالت أنا شفتهم كانوا ماشيين مع محمود بالعجلة. محمود شاب من نفس القرية في الثلاثينات، كان صاحب قديم لوالد طفلين من الضحايا، لكن العلاقة بينهم انقطعت قبل الجريمة بفترة، وبسبب سوء سمعته داخل القرية وتصرفاته خلت الأب يقرر يبعد عنه نهائيا. الأم حست إنها لقت أول خيط، راحت لبيت محمود وهي بتدعي ربنا إنه ما يكونش عمل فيهم حاجة. خبطت، أم محمود فتحت الباب، طلعت وقالت لها إنه مش موجود. اتصلت بجوزها وحكت له، الولاد وصلتهم لنص الشارع واكتشفت إنهم ما وصلوش الدرس ومش لاقيهم. محمود وصل بيته، والمفاجأة اللي ما كانش عامل حسابه عليها إن أم الأولاد كانت قاعدة مستنية قدام الباب. شافته جاي وراكب العجلة، هدومه متطربة وعليها أثار دم وشكله متوتر. كانت بتسأله وصوتها بيترعش، فين ولادي؟ عملت فيهم إيه؟ أنكر تماما إنه شافهم، ومثل بكل براعة إنه قلقان عليهم ومصدوم. وقف وسط الناس بيدور وبيسأل وبيمثل القلق، بس هيفضل بشهادة البنت هو آخر واحد شاف الأطفال ومشي معاهم. التحقيقات بدأت، كاميرات مراقبة وتحريات وساعات من الرعب. كاميرات المراقبة ما كدبتش الطفلة اللي شافتهم، الأطفال فعلا ماشيين وبحركة طفولية بريئة، مشبكين ايدهم في ايد بعض، مش خايفين من حاجة ولا بيجروا ولا حاسين بالخطر. وفي الخلفية محمود بيقرب وبيبعد وبيستنى اللحظة. استدرجهم بلعبة ولفة بالعجلة، وببراءة الأطفال راحوا معاه، كاميرا ورا كاميرا، لحد ما الطريق انتهى قدام بيت مهجور، بيت تم استدراجهم ليه علشان تحصل أبشع جريمة. لما الشرطة دخلت البيت المهجور اللي شافوه ما كانش سهل، 3 أجسام صغيرة متعلقة في مشانق، آثار خنق وصمت وسكون مرعب، مفيش صوت مفيش حركة. ومن بشاعة المشهد الكل فهم إن الأطفال ما كانش عندهم أي فرصة للنجاة. أطفال اتقتلوا بدون أي ذنب على إيد بني آدم اتجرد من كل معاني الإنسانية. بعد التحريات اتضح الخلافات اللي كانت ما بين محمود ووالد الأطفال، والخلافات دي هنذكرها بعدين. الجاني اتقبض عليه، النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم نقل الجسامين للطب الشرعي علشان يقول الكلمة الأخيرة في سبب الوفاة وبالتفاصيل الدقيقة. لكن وسط كل ده في أسئلة كتير مطروحة. إزاي قلبه قدر يعمل كده؟ إزاي شافهم أطفال لا حول لهم ولا قوة وما وقفش جريمته البشعة؟ وليه الانتقام يوصل لكده؟ وهل فعلا كل التفاصيل اتقالت ولا لسه في حاجات هتطلع وتوجع أكتر؟ اللي اتحكى على لسان الأسرة إن المتهم حاول يتواصل مع الأب بمكالمة تليفونية قبلها بساعات. الأب رد، لكن المكالمة ما طولتش، اتعصب عليه وقفل السكة في وشه. الأب قالها له صريحة، مش عايز أعرفك تاني، ولا عايز صداقة معاك، ولا أي علاقة بيك، لأنه كان عارف كويس إن سمعة الراجل ده مش تمام، سرقة ونصب وسمعة وحشة يتخاف منها. ويمكن علشان كده الأم كانت موصية الولاد، قالت لهم لو شفتوه ما تتكلموش معاه وامشوا على طول. كانت خايفة لأنها سمعت التهديد بنفسها. لما والد الأطفال رفض يرجع العلاقات مع الجاني، محمود قالها بكل شر وحقد وغل الدنيا، أنا
هحرق قلبك على ولادك. تلت ساعة لقيت زوجتي بتتصل عليا بتقول لي مش لاقيين العيال. أول واحد جه بالي هو، عشان قال لي أنا هحرق قلبك زي ما أنت حرقت قلبي وما عملتش فيك حاجة. أنا هحرق قلبك زي ما أنت حرقت قلبي وما عملتش فيك حاجة. جملة اتقالت واتثابت من غير بلاغ، والجريمة حصلت بعدها على طول. وسط الصدمة دي القضية موقفتش والتحقيقات كملت، والصورة بدأت تبقى أوضح وأصعب. المتهم ما بقاش مجرد مشتبه فيه، ده اعترف إنه استدرك الأطفال بنفسه، واعترف إنه كان يعرفهم ويعرف أبوهم، ويعرف إنهم هيمشوا معاه بكل ثقة ومن غير خوف. في التحقيقات قال إن السبب خلاف مادي، فلوس وحسابات وخصام، والخلاف اتحول لانتقام. لكن السؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه هو أي خلاف في الدنيا يستاهل ثمنه 3 أطفال؟ المتهم اعترف إنه دخل بالأطفال البيت المهجور، استدرجهم وبص حواليه وتأكد إن محدش شافه. قال إنه خنقهم واحد ورا التاني، وبعدها علق أجسامهم الصغيرة على مشانق وساب المكان، وكأن اللي حصل ده تفصيلة صغيرة في دماغ إنسان اتحول لوحش. وبعد اللي عمله رجع وأنكر لأمهم إنهم كانوا معاه، ودور عليهم وسط الأهالي، وقف معاهم وسأل ومثل القلق. شيطان قتل البراءة ورجع يلبس وش بني آدم. النيابة ما اكتفتش بالاعتراف، جابوه نفس المكان البيت المهجور، وطلبوا منه يمثل اللي حصل، كل خطوة وكل حركة، مكان ما وقفوا، مكان ما دخلوا، والمكان اللي فيه انتهى كل شيء. بيت مهجور بقى شاهد على جريمة صعب تتوصف بالكلام. النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق قابلة للتجديد، وفي نفس الوقت أمرت بعرض جسامين الأطفال على الطب الشرعي. ولحد اللحظة دي مفيش تقرير نهائي معلن. الطب الشرعي بيحدد سبب الوفاة بدقة، زمن حدوثها، وهل كان في مقاومة، هل كان في مواد مخدرة في أجسامهم، وهل لسه في تفاصيل لسه ما ظهرتش. التقرير ده هو اللي هيقف عليه مصير القضية قانونيا. شهود من أهل القرية قالوا حاجة موجعة، إن الأطفال كانوا بيثقوا في الجاني وبيحبوه جدا. الأطفال عارفين إنه مش غريب، مش شخص مجهول، ده كان حد داخل دايرة الأمان، بيدخل بيتهم وعارفهم وبيجيب لهم حاجات حلوة وألعاب. وهنا السؤال اللي فعلا مش لاقيه له إجابة، إحنا نعلم أولادنا إيه؟ يثقوا في مين في زمن الأقرب فيه ممكن يبقى هو الأخطر عليهم من الغريب؟ بعد الجريمة أهالي القرية بدأوا مبادرة لتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع، محاولة منهم إنهم يمنعوا إن الدم ده يتكرر تاني. بس برضو السؤال هو لازم يموت أطفال عشان نبدأ نحمي؟ كان إيه إحساس محمود لما كان بينفذ الجريمة؟ موقفش حتى لحظة وحط نفسه مكان أبوهم؟ ما فكرش إن جنة كان عندها صوت قبل ما يكتمه، وإن عبد الله كان بيعيط على أخته وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، وإن مكة كانت واقفة ومش قادرة تستوعب اللي بيحصل ومش عارفة تعمل حاجة؟ ولا في اللحظة دي كان خلاص اتحول لشيطان واتجرد من كل معاني الإنسانية وأحاسيس البشر؟ القضية دي لسه ما خلصتش، لسه في تقرير طبي شرعي، قرارات تجديد الحبس، توجيه الاتهام النهائي، والمحاكمة. وأول ما يطلع أي مستجد جديد، أي تفصيلة، أي كلمة رسمية، هيبقى ليها فيديو كامل لوحدها علشان القصة دي ما تتقفلش وما تتنسيش. جنة وعبد الله ومكة مش مجرد أطفال ضحايا، دول مراية الوحش الغل والحقد ساقوا، كبر وسطنا وما خدناش بالنا. طيب السؤال هو الطفل لما يمشي مع حد كبير بيبقى فاكر ايه؟ فاكره امان ولا فاكر ان الكبار دايما صح؟ طب جنة وهي ماسكة في ايد محمود وماشية كانت حاسة بايه؟ كانت مطمنة ولا حست بحاجة وما لقيتش كلام تعبر بيه؟ عبد الله اللي عنده 3 سنين بس، يعني لسه ما نطقش كل الكلام، يعني لسه بيخاف من الضلمة، لما لقى نفسه جوه بيت مهجور كان بيدور على مين؟ على أخته ولا حضن أمه؟ ومكة بنت عمهم اللي خرجت مع ولاد عمها ورايحة الدرس كانت عارفة إنها مش هترجع تاني. إزاي بني آدم يشوف وش طفل بيستغيث وما يتهزش؟ إزاي يشوف عينين بريئة لسه ما شافتش حاجة في الدنيا ويكمل؟
هو الانتقام لما يوصل إنك تحرق قلب أب في ولاده ده يبقى اسمه إيه؟ الخلافات والغضب والمشاكل المادية فعلا ممكن توصل لكده؟ لو البنت دي ما كانتش شافتهم، لو ما قالتش الجملة دي، كان هيحصل إيه؟ كان ممكن الجاني يفضل واقف وسط الناس بيمثل القلق، ويمكن كمان يعيط معاهم. كام جريمة اتدفنت علشان محدش شاف، علشان محدش لاحظ، علشان محدش سأل. الأطفال دول ما كانوش يعرفوا يعني إيه شر، ما كانوش يعرفوا إن في حد ممكن يضحك في وشك ويبقى ناوي يقتلك. هل إحنا بنسمع القصص دي وبنكمل حياتنا بعدها عادي، ولا بنقف لحظة ونسأل نفسنا لو كان ولادي كنت هستحمل وهعرف أكمل؟ جنة وعبد الله ومكة مش محتاجين بس تعاطف، هما محتاجين عدل، وحقهم يرجع بأقصى عقوبة وأسرع وقت. والغريب طول ما أنا بكتب عن القضية دي مش عارفة ليه أكتر سؤال جه في دماغي هو آخر مرة الأطفال دول حضنوا فيها حد كان إمتى وكان مين؟ الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم. اللهم ثقل بهم موازينهم. اللهم ثقل بهم موازينهم. اللهم ثقل بهم موازينهم. اللهم الحقهم بصالح سلف هذه الامه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مع إبراهيم عليه السلام